السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهاردة هعمل معاكم بسكوت البرتقال بطريقة سهلة وبسيطة جدا، والنتيجة في منتهى الجمال. روعة روعة روعة. ان شاء الله هتجربيه وهتعتمدي الوصفة دي عندك. تعملوا كده الصبح للولاد وهم رايحين الامتحانات، يفطروا بيه مع كوباية شاي بلبن وهم رايحين المدرسة كتغيير يعني. جميل جدا وهش وخفيف. بس تابع معايا الفيديو للاخر وما تنسوش تحط اللايك علشان الفيديو فيه تكات كتير، وهقولك على البدائل اللي ممكن تستبدليها. اول حاجة هنا معايا بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، 450 جرام من الدقيق، معلقة صغيرة من عصير البرتقال ورشة ملح، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وكيسين من الفانيليا، ومعايا ده 50 جرام من النشا، ونص كوباية من عصير البرتقال. طب لو انا مش عايزة احط بيض يبقى هتبقى كوباية من عصير البرتقال. ومعايا ربع كيلو 250 جرام من السكر، وربع كوباية من الزيت، و200 جرام من الزبدة. وممكن بدل الزبدة دي تكون سمنة، يعني ممكن سمنة على زيت، زبدة على زيت، اللي يعجبك. عايزة تعمليها كلها زبدة براحتك، سمنة براحتك. هنا بقى الزبدة تكون يعني طالعة من التلاجة اديلها شوية علشان الجو ساقع طبعا، عايزين الزبدة تكون يعني ساقعة وفي نفس الوقت تكون لينة، تكون سهلة معاكي ان انت تقلبيها مع السكر. السكر هنا ممكن يكون سكر بودرة، وممكن يكون سكر حبيبات بالشكل ده. انا عملته ده سكر حبيبات ناعم خالص، ما طحنتوش. ربع كيلو سكر هيخلي المقدار معاكي مظبوط جدا، والسكر بتاعه مظبوط. هنا الكوباية دي بتاع السكر كانت كوباية هرمية. نجيب بقى معانا البيضتين. لو هتعملي بيض بلدي ممكن تحطي 3 بيضات و4 بيضات. وزي ما بقولك لو مش عايزة تحطي بيض يبقى حطي كوباية من عصير البرتقال مش نص. حطينا البيض يبقى معاه الفانيليا. لو عندك فانيليا سايلة حطي. انا بصراحة بحب احط الفانيليا البودرة دي في كل المعجنات، بحس ان الفانيليا السائلة بتغير طعم المعجنات. انت في الوقت ده ما تقلبيش بالمضرب السلك، ما انصحكيش، لانه هيغلبك شوية في التقليب. قلبي بمعلقة الاول، وبعد كده ما تلاقي المواد سالت مع بعضيها كده قلبي بالمضرب السلك لغاية ما يندمجوا مع بعض كده. وممكن كل ده تاخديه في العجان لو عندك عجان او مضرب كهرباء. انا عندي المضرب الكهرباء بس بسهلها عليك واقولك ان انت تقدري تعمليه بالمضرب السلك وعلى ايدك بكل سهولة وبساطة. نفضل نضرب فيه كده لغاية اللون بتاعه يفتح، يبقى لونه فاتح كده وهش. كل ما تضربي فيه يديكي هشاشة في البسكوت. نحط بقى معلقة العصير الصغيرة ورشة الملح. ما تكتريش عصير، معلقة صغيرة بس على نص كيلو دقيق، عشان لو كترتي عصير هيديكي فيه لزعة كده يبقى زهق حاجات بسيطة. لو هتعملي كيلو دقيق حطي كيس العصير على بعضه معلقة كبيرة. نص كوباية عصير البرتقال بصراحة بيديله ريحة ونكهة في منتهى الجمال. وممكن بدل العصير ده برضو يكون لبن، بس انا قلت بما اننا في موسم البرتقال نعمله بالبرتقال. جميل جدا وريحته وطعمه كان في منتهى الجمال. نفضل نقلب المكونات دي كلها مع بعضها بالشكل ده. نجيب بقى معانا النشا. فايدة النشا؟ النشا بيديله قرمشة. النشا ده وزنه 50 جرام، يعني النص كيلو دقيق خدت 450 دقيق ونص و50 جرام من النشا. ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر وزنها 5 جرام. ما تكتريش بيكنج باودر عن كده علشان ما يفرش معاكي في الفرن. هنا بقى ننزل الدقيق شوية شوية، وكل مرة بنقول على حسب نوع الدقيق، على حسب امتصاصه للسوائل. يعني ممكن ياخد
ازيد من النص كيلو وممكن ياخد اقل من نص كيلو. وهنا بقول لكم ما تعجنوش بطراطيف صوابعنا كده ونلف في العجين. هنا بقى لقيت الطبق صغير معايا، فهجيب طبق اوسع منه عشان اعرف ايه اتحرك فيه واعجن براحتي. هننزل الدقيق حبة حبة كده وايه ونقلب فيه بصوابع ايدينا. ما تعجنيش، لو عجنتي في البسكوت هيطلع معاكي مكتوم وتقيل. هنا فضيت العجينة في طبق واسع وننزل برضو ايه في الدقيق، وده من غير نشادر. عايزة تحطي نشادر هتحطي معلقة صغيرة، هتدوبيها في اللبن، هتخلي مثلا اللبن دافي كده وتحطيها في اللبن، او هتدوبيها في العصير. هنا لقيت العجينة طرية خالص، فايه بحط في الدقيق وانا قلبي جامد علشان انا حاسة بالدقيق في ايدي لسه طري، العجينة في ايدي لسه طرية. ولو هتعمليها في المكنة هتخلي العجينة يابسة، يعني يابسة عن ما هتشوفي معايا العجينة في الاخر دلوقتي. انا هنا خدت معايا فوق 450 جرام، يعني حوالي 3 معالق دقيق كمان. الدقيق اللي حطيته هحطه في الاخر ده ما وزنتوش. العجينة لسه طرية في ايدي خالص اهي. هجيب بقى ايه 3 معالق كده كبار والف في العجينة برضو. ويا ريت بقى لو وصلتي معايا في الفيديو لغايه هنا ما تنسينيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعلي الجرس وتدوسي على كلمه الكل عشان يوصلك كل جديد باذن الله. لو هتعمليها بقى في المكنه هتيبسي العجينه عن كده شويه كمان، يعني هتزودي دقيق. احنا هنعمله في كيس التلاجة الموجود عندك في البيت، ولا كيس حلواني ولا اي حاجة، هنعمله باللي موجود عندنا في البيت. وعشان نعمله في الكيس لازم العجينة معانا تكون طرية بالشكل ده. هنا العجينة معايا خلاص اهي، انا مزودتش دقيق تاني خالص. ده كيس تلاجة هقطعه من الجنب كده من تحت. هحط الاول العجين، ما تكتريش عجين لو هتعمليه في كيس التلاجة، حتى لو هتعمليه برضو في الكيس الحلواني ما تكتريش عجين فيه علشان تعرفي تتحكمي فيها والكيس ما يتقطعش منك. انا خدت 3 معالق بس كده ايه يخلصوا ونعبي غيرهم تاني. هحطهم بس كده في جنب الكيس وهفردهم معايا بالشكل ده، وهفتح بوز الكيس من قدام كده بالمقص واطلع منه اي هوا علشان البسكوتة تنزل معايا مليانة كده وما فيهاش اي فراغات. ان شاء الله الوصفة دي تحفظيها عندك كده للعيد، تعمليها كده على العيد بإذن الله. كل سنة وانت طيبة. ووصفة مظبوطة جدا، مقاديرها مظبوطة وهيطلع ناجح معاكي 100%. هنا جبت كيس تلاجة تاني هحط فيه القمع ده اللي هو المشط بتاع البسكوت، قطعته برضو من قدام كده واحط فيه القمع بالشكل ده. انت بقى لو عندك الكيس الحلواني هتحطي القمع على طول وهتعبي العجينة، بس انا عملته معاكي بأبسط الطرق وأبسط حاجة معمولة عندك في البيت. طريقته سهلة وبسيطة جدا، ويعني مش مكلفة زي ما هتشتري من بره، وحاجة كده ايه تفرحي بيتك وولادك، وحاجة خفيفة كده للفطار الصبح. جبت الصينية بقى الألمونيا اللي هعمل فيها، ولازم بسكوت زي ما احنا متعودين على العيد مثلا نيجي نعمل البسكوت لازم ندهن اي صينية هتخش الفرن للبسكوت بالذات، ندهنها دهنة حلوة كده بالزيت بالشكل ده. والصينية اللي هتخلص هكون مشغلة معايا الفرن، يعني انا مثلا دلوقتي اول ما هبدأ في الصينية شغلت الفرن يسخن، هدخل معايا الصينية على الرف الوسطاني، هيقعد معاكي على درجة حرارة متوسطة، هيقعد معاكي حوالي 10 دقايق ل 12 دقيقة. شوفوا نازل معايا بكل سهولة وبساطة اهو، بس ما تمطيش في البسكوتة، يعني خلي ايدك بوز القمع على الصينية وارفعي ايدك من ورا سنة كده. نازلة معانا بكل سهولة وبساطة اهي ما شاء الله عليه.
ولا فرش ولا حجمه زاد عن الطبيعي. البسكوتة زي ما حطيتها زي ما شلتها، وهش وناعم جدا وريحته وطعمه في منتهى الجمال. هتضغطي بس كده على الكيس على العجينة هينزل معاكي البسكوتة بالشكل ده. هعمل انا بقى الصينية كده وادخلها بقى الفرن. هنا اول ما مليت الصينية بالشكل ده دخلتها الفرن، استوت معايا، طلعت معايا ما شاء الله عليه. هنا بس البسكوت كان صاحي معايا لسه في الصينية، كل ما اجي اطلع بسكوتة تطير مني على الرخامة. ما شاء الله عليه، التسوية ممتازة والطعم والريحة في منتهى الجمال. هنا عبيت الكمية كلها كده على الصينية على الطبق. شوفوا جميل قد ايه، وناعم بقى ودايب دوب. وربنا يحسن ما بين ايديكم، واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة.